السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة يوم جديد من يوميات شطورة في البيت. هنعمل فيه النهاردة وصفة المسقعة ديت او البتنجان بالصلصة بطريقة سهلة ومن غير زيت خالص ومن غير قلية. هيطلع معانا بالشكل الجميل دوت. يلا بينا على الطريقة والمقادير مع بعض. عندي هنا بتنجانة كبيرة انا جبتها بالحجم ده. ممكن تجيبي اصغر وممكن تجيبي اكبر من كده او بتنجانتين او 3 حسب الكمية اللي انت عايزاها. هبتدي ان انا اقطعها بالشكل ده. انا هنا هقطعها مكعبات، ممكن انتي تقطعيها شرايح او الحجم او الشكل اللي انتي عايزاه. هبتدي بقى اشيل كده منها جزء صغير من القشرة بتاعتها. هسيب بس حاجة بسيطة. بالشكل ده كده. بعد كده هبتدي ان انا اقطعها مكعبات. طريقة صحية جدا ومش هتاخد منك وقت خالص. وطبعا الزيت غالي، فاحنا هنعملها بطريقة كمان اقتصادية من غير زيت كتير ومن غير قلية ولا اي حاجة. وطبعا اخف بكتير جدا من البتنجان المقلي. احنا عارفين البتنجان بيشرب زيت كتير، فكده هيبقى خفيف جدا وهيبقى صحي قوي. هقطعها بقى كلها بالشكل ده كده. هخلص بقى كل الكمية بالشكل ده. بعد كده هحطها هنا في قارب كده او في اي حاجة، وهرجع احط بقى معلقة من النشا ومعلقة من الملح، معلقة كبيرة نشا معلقة صغيرة من الملح، وهقلب بقى كل الكلام دوت مع بعض. ونسيت بس قطعة هنا هقطعها. هقلب بقى البتنجان مع النشا، معلقة النشا ومعلقة الملح بالشكل ده. خلاص كده خلصت الكمية اللي معايا، هركنه كده على جنب. وعندي هنا برضو فلفل اخضر بالشكل ده، برضو هقطعه مكعبات. طبعا لو عندك فلفل احمر تمام، فلفل اصفر الوان يعني مفيش مشكلة، بس انا كان عندي الفلفل الاخضر ده بس. وممكن لو عايزة تحطي فلفل حامي. بالشكل ده كده. بعد ما هخلص الكمية كلها بالشكل ده كده، هجيب بقى هنا عندي طاسة على النار. هحط فيها حوالي معلقتين بس من الزيت، مش اكتر من كده. اتفقنا ان احنا مش هنقليه، لان طبعا القلية هيبقى عايزة زيت كتير وهتبقى مكلفة، فاحنا قلنا هنعمله بطريقة اقتصادية النهاردة. هحط بس معلقتين من الزيت، وبعد كده هنزل بالبتنجان كله في الطاسة بالشكل ده. هبتدي بقى اشوح فيه على النار. هنقله بس كده على النار كبيرة بعد كده، عشان ايه ما ياخدش وقت معايا في السوا. وطبعا ايدي بقى كده فيه على طول تقليب، عشان ياخد لون من كل النواحي. ادي انا نقلته على النار الكبيرة،
وهيبتدي ياخد معايا لون بالشكل ده، زي كأني محمراه بالظبط او قلياه في الزيت بالظبط. هشوح بقى فيه بالشكل ده كده. طريقة سهلة قوي وتحفة جدا وصحية ومش هتاخد منك وقت خالص. بالشكل ده اهو. هيبتدي يدبل معايا بقى البتنجان وحجمه هيقل طبعا. بعد كده هجيب بقى الفلفل اللي انا قطعته بالشكل ده عشان ياخد برضو تشويحة كده ويدبل شوية مع البتنجان. هقلبه بقى معاه. ابتدى يدبل معايا الفلفل مع البتنجان بالشكل ده اهو. هنقلهم بقى في طبق، وفي نفس الطاسة هحط كمان معلقة او معلقتين من الزيت، وهبتدي بقى اعمل له الصلصة بتاعته. عندي هنا معلقة من الثوم المفروم، هنزل بيها كده في الزيت بالشكل ده تاخد تشويحة معايا. وبعد كده هنزل بالصلصة بقى اللي انا فرمتها واتسبكت معايا بالشكل ده. طبعا حطيت لها البهارات ملح وفلفل اسود وكزبرة وكمون، وهقلبها معايا بالشكل ده كده. بعد كده حطيت بقى البتنجان والفلفل اللي اتشوحوا معايا، حطيتهم على الصلصة بالشكل ده، وهقلبهم كده مع بعض. وكده خلصت الوصفة بتاعتنا وفرختها او حطيته في الطبق بالشكل ده كده. طبعا وصفة صحية وسهلة جدا ومش هتاخد منك وقت خالص. وطعم البتنجان كده طعمه تحفة هو والفلفل مع بعض. تقدري تاكليها بالعيش، تاكليها جنب اي حاجة، تحطيها تبع او جنب سمك، جنب اي اكل انت عايزة تحطيها كده جنبها. تحفة جدا وسهلة جدا. يا رب النهاردة الوصفة تكون عجبتكم. اهي شكلها جميل جدا ولذيذ ازاي. يا رب النهاردة الوصفة تكون عجبتكم. اهم حاجة ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.